إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. مغربي بسيط خارج يشري لوازم العيد، كيسول على الخروف كتصدمو الأثمنة، كيسول على الفخر حتى هو شاعل وغلا من البنان، كيسول على النقل، على السوق، على المصاريف. كيلقى راسو ماشي غير كيقلب على أضحية، كيقلب على كيفاش يدوز العيد بلا ما يتكسر الجيب ديالو، بلا ما يدير الكريدي. وفي نفس الوقت كيسمع على خبر من الجهة الأخرى ديال العالم. اليابان خرجت بموقف قوي مع المغرب في ملف الصحراء، كتشوف المغرب بوابة مهمة لإفريقيا. ومن جهة أخرى كيسمع على أكثر من 2800 جمعية وعلى دعم عمومي كيفوت 66 مليار سنتيم. ودابا الملف دخل تحت مجهر قضاة مجلس الحسابات. دابا المغربي كيوقف وكيقول: واش فهموني؟ برا العالم كيزيد يثيق في المغرب، وهذا مزيان وكنفتخروا به، ولكن في الداخل انا كمواطن بغيت نحس بهذه الثقه حتى في السوق، في الثمن، في المال العام، في الناس اللي كيسيروا الشأن العام. اليوم ما غاديش غير نعاودوا الاخبار، اليوم غادي نشخصوا بحال الطبيب شنو هو المرض اللي باين في السوق، في الدبلوماسيه، في المال العام. شنو هي الاعراض اللي يحس بها المواطن، شنو السبب اللي مخبي، وشنو العلاج اللي خاصو يدار باش ترجع الثقه بين المواطن والمؤسسه. بقاو معايا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي اللي علمنا أن المال أمانة، وأن العدل ميزان، وأن المسؤولية ماشي كرسي ولا شعار، المسؤولية جواب قدام الله وقدام الناس. مرحبا بكم أحبابي المغاربة، أزول في اللون داخل الوطن وخارج الوطن في حلقة جديدة من بودكاست الشفاء الصامت. قبل ما نبداو ديروا اعجاب للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، حيت هذا النوع ديال التحليل ماشي غير اخبار، هذا الشيء محاولة باش نفهموا المرض من الاعراض ونقلبوا على العلاج وسط الضجيج ديال الاخبار. في المحور الاول غادي نتناولوا العيد والغلاء ملي الفرحة كتولي داخلة في الحساب. المرض السوق ولا كيدخل على فرحة المواطن بالضغط. الأعراض: الكبش غالي، الفاخر شاعل، الرسوم طالعة والمواطن حاض يجيبو. السبب: الوسطاء، الرسوم غير المضبوطة وضعف المراقبة. العلاج: مراقبة دفاتر التحملات، تنظيم الأسواق بلا استغلال، وضرب اليد على الرسوم الغير قانونية. شوف أخويا، العيد كان ديما لحظة ديال البركة، ديال اللمة ديال العائلة، ديال الوليدات كيتسناو النهار الكبير، ديال الناس كتفرح وكدير اللي قدرت عليه. ولكن اليوم بزاف ديال الأسر ولات كتستقبل العيد بالحساب قبل الفرح. الأب كيدخل للسوق وهو في بالو غير يشري أضحية على قد جيبو، ولكن كيلقى الثمن طالع، كيقول مع راسو صافي نمشي نسول بعدا على الفخر. كيمشي يسول على الفخر حتى هو كيلقاه شاعل وكيلقى الثمن ديالو غلا من البنان. كيزيد يحسب النقل، المصاريف، التبن، الزرع وما تبقى من الشهر. وهنا العيد ما كيبقاش غير شعيرة، كيولي اختبار ديال القدرة الشرائية. شنو باين أن الشكاوى ما بقاتش غير على الكبش، حتى الفاخر اللي كان حاجة بسيطة ديال الشواء ولا داخل في موجة ديال الغلاء. كاين كلام على 11 درهم للكيلو في الجملة، وكيطلع حتى ل 15 درهم عند البيع بالتقسيط. ومن بعد كتجي الأسواق الأسبوعية فين بعض الكسابة والفلاحين الصغار كيشكيو من رسوم زائدة، ومن شركات مفوض لها تدبير الأسواق كتفرض مصاريف كتفوق اللي مكتوب في دفاتر التحملات. الكساب كيخلص باش يدخل، كيخلص على الشاحنة، كيخلص على الرأس، كيخلص على المكان، ومن بعد كيزيدوا عليه حتى حراس السيارات. في الأخير واش غادي يتحمل هو بوحدو ولا غادي يزيدها في الثمن؟ شكون كيخلصها؟ فعلا المواطن. هنا خصنا نفهموا ان الثمن اللي كتشوفوا في السوق ما كيطلعش بوحدو، كاين طريق طويل كيدوز منه، ورسوم نقل، كراء، وسطاء، حراسة عشوائية، ومرات استغلال ديال المناسبة. يعني المواطن
ما كيشريش غير الخروف، كيشري معاه كل داك الثقل اللي تزاد فوقه في الطريق. هنا المرض الحقيقي ماشي غير الغلاء، ولكن غياب الوضوح. المواطن ما كيعرفش علاش الثمن طلع، شكون زاد، فين زاد، واش كاين شي حد كيراقب ولا كل واحد داير ما بغا. قرار ديال التنظيم ديال بيع الأضاحي ومنع البيع العشوائي في الكراجات وسط الأحياء عنده جانب مزيان، حيث كينقص الروائح، الفوضى والصداع داخل الأحياء. ولكن إلا كانت الرحبة المنظمة نفسها فيها رسوم زايدة ولا استغلال، راه غير بدلنا البلاصة ما بدلناش المرض. خرجنا من فوضى الكراج ودخلنا الفوضى بتوب منظم. وهنا علم النفس كيهضر على واحد الحاجة سميتها ايكونوميك ستريس، يعني الضغط الاقتصادي. هذا الضغط ما كيبقاش غير في الارقام، كيدخل حتى للدار. الاب كيتوتر، الام كتبدا كتحسب، الوليدات كيسولوا والنفسيه كتضيق. ملي الفرحه كتولي كتخوف، راه ما بقيناش في اقتصاد فقط، راه دخلنا في جرح اجتماعي قوي. والعلاج واضح، خاص المراقبه تكون من الاول، ماشي حتى يوصل الثمن للمواطن عاد نسولو. خاص دفاتر التحملات تحترم، خاص الشركات اللي كدير الاسواق تعرف ان السوق ماشي غنيمه موسميه. خاص الرسوم تكون واضحه معلنه ومراقبه، وخاص اي زياده غير قانونيه تضرب في الحين، حيت كل درهم زايد في السلسله كيولي 10 ديال الدرهم فوق ظهر المواطن. الجمله اللي خاصها تبقى: عيد الاضحى ما خاصوش يتحول من شعيره دينيه ديال الرحمه الى ضريبه ديال الفرح يخلصها المواطن بوحدو. بقاو معايا في المحور الثاني اللي غادي نتناولوا فيه اليابان والصحراء. الخارج بدا كيتيق في المغرب، ولكن الداخل خاصو يحس بهذه الثقه. الاعراض: دعم دولي جديد وقوه دبلوماسيه صاعده. السبب: تراكم المصداقيه المغربيه والاستقرار. العلاج: تحويل الدعم الدبلوماسي لاستمرار شغل وتنميه يلمسها المواطن. دابا نخليو السوق وعيد الاضحى ونمشيو لخبر اخر جاي من بعيد، من اليابان. طوكيو خرجت بموقف داعم لمبادره الحكم الذاتي، وكتشيد بالمبادره الاطلسيه ديال المغرب، وكتشوف المملكه كقوه صاعده في شمال وغرب افريقيا. وهذا الشيء ماشي تفصيل صغير، لان اليابان ماشي دوله عاديه. اليابان قوه اقتصاديه، تكنولوجيا، وعندها وزن دولي كبير. ملي دوله بحال اليابان كتزيد تقرب الموقف المغربي، خصنا نفهموا ان العالم بدا كيقرا المغرب بطريقه جديده. شنو باين هنا؟ باين ان المغرب ما بقاش فقط كيدافع على ملف الصحراء بطريقه تقليديه. المغرب ولا كيعطي للعالم تصور كامل: الحكم الذاتي كحل واقعي، المبادره الاطلسيه كجسر نحو دول الساحل، الموانئ، الطرق والطاقات كادوات ربط، الاستقرار السياسي كضمانه لاي شريك اقتصادي. يعني المغرب ما بقاش كيقول غير انا عندي حق، ولا كيبين للعالم ان عندي حل وعندي استقرار وعندي باب نحو افريقيا. وهنا علاش اليابان مهمه. اليابان دوله كتفهم مزيان قيمه الممرات البحريه والتجاره والطاقه في زمن اللي فيه مضيق هرمز كيتوتر وباب المندب كيتوتر والبحار ولات داخله في السياسه العالميه. واجهه اطلسيه مستقره بحال ديال المغرب كتولي عندها معنى كبير. المغرب بالنسبه لليابان ماشي غير بلد بعيد، بل ممكن يكون بوابه نحو افريقيا، نحو الساحل، نحو اسواق جديده، نحو استقرار في واحد المنطقه صعيبه بزاف. السبب العميق هو تراكم الثقه. الثقه ما كتجيش في نهار واحد. الدول كتراقب لسنوات واش البلد مستقر، واش عنده رؤية، واش كيحترم التزاماته، واش عنده مؤسسات، واش كيقدر يكون شريك. هنا المغرب بدا كيحصد نتيجة النفس الطويل، ماشي بالصوت العالي ولكن بالاستمرار. وهنا كاين مفهوم في علم النفس السياسي سميتو credibility accumulation، يعني تراكم المصداقية. كل موقف، كل شراكة، كل مشروع، كل استقرار كيزيد نقطة في الرصيد. ولكن هنا خصنا نهضروا بصراحة مع راسنا:
ما يكفيش نفرحوا بأن اليابان دعمت المغرب. نعم، نفرحوا ونفتخروا، ولكن خصنا نسولوا سؤال كبير: واش هذه الثقة الدولية غادي تتحول لفرص شغل، لاستثمارات، لتكنولوجيا، لتكوين، لمشاريع في الأقاليم الجنوبية وباقي الجهات الأخرى؟ لأن المواطن المغربي اللي سمع بالخبر غادي يقول مزيان، العالم كيتيق في المغرب. ولكن أنا بغيت نحس بهذه القوة في حياتي اليومية. الدبلوماسية القوية ما خصهاش تبقى غير في بلاغ، خصها تولي مصنع، طريق، ميناء، جامعة، مستشفى، فرصة تكوين شراكة ومدينة كتحرك. الخارج ملي كيتيق في المغرب، الداخل خاصو يحس بهذه الثقة في السوق، في الشغل، في التنمية، في الصحة، في التعليم، في الكرامة. الجملة اللي خاصها تبقى: المغرب ما كيربحش ميلا في الصحراء بالشعارات فقط، كيربحوا ملي كيبان للعالم انه حل واستقرار. ولكن هذه البوابة خصها تفتح للمواطن الداخلي قبل الضيف الخارجي. هنا خصنا نوقفوا شويه. حنا بدينا من المواطن اللي كيسول على الكبش والفخر، ومشينا لليابان اللي كتقرا المغرب كقوه صاعده. هذه مفارقه كبيره. الخارج كيبين لنا، كيعطي لنا الثقه للمغرب، ولكن الداخل المواطن خاصو حتى هو يحس ان هذه الثقه عندها معنى في حياته. الدبلوماسيه كتقوي الدول من الخارج، ولكن الحكامه كتقويها من الداخل. ملي الخارج كيشوف المغرب قوي، الداخل خاصو يحس ان المؤسسات قويه، ان السوق مراقب، ان المال العام محمي، وان المواطن ماشي ديما هو اللي كيخلص الفاتوره. وهنا كنوصلوا للملف اللي كيجرح الثقه اكثر، ملف الجمعيات والدعم العمومي. بقاو معايا في المحور الثالث اللي غنتناولوا فيه الجمعيات والدعم. ملي الخير كيحتاج لحساب، المرض، المال العام ملي ما كيبانش اثره كيولد الشك. الاعراض: دعم بالملايير، فواتير مشبوهه وتكرار. استفاده بعض الجمعيات، السبب: ضعف الشفافيه وربط الدعم بالعلاقات لا بالنتائج. العلاج: نشر اللوائح، ربط الدعم بالاثر ومحاسبه على كل درهم كيتصرف. الجمعيات في الاصل خصها تكون زوينه: جمعيات كتعاون الوليدات، جمعيه كتخدم الرياضه، جمعيه كدير الثقافه، جمعيه كتعاون الناس في المناطق اللي ما وصلش ليها بزاف. يعني العمل الجمعوي في الاصل هو نفس المجتمع. ولكن ملي كيدخل المال العام خاص الحساب يدخل معاه، حيت المال العام ماشي فلوس فلان ولا علان، هذه فلوس الناس، فلوس الضرائب، فلوس المواطن اللي كيتقاتل مع الفخر والكبش والنقل والمصاريف. شنو باين في هذا الملف؟ باين ان مجلس الحسابات دخل على ازيد من 2800 جمعيه ودعم عمومي كيتجاوز 667 مليون ديال الدرهم، يعني اكثر من 66 مليار سنتيم. الرقم كبير، ومن حق المواطن يسول: شنو داروا هاد الجمعيات؟ فين مشات هاد الفلوس؟ شكون استافد؟ واش كاين اثر؟ واش كاين مشاريع؟ واش كاين تقارير؟ واش كاين فواتير حقيقيه؟ حسب المعطيات اللي خرجت كاين كلام على غياب اتفاقيات واضحه، غياب تقارير محاسباتيه، تكرار دعم نفس الجمعيات، فواتير مشكوك فيها، وجمعيات استفدت اكثر من مره في السنه. وكاين جمعيات عائليه هي اللي كتستافد بزاف. والاخطر هو الحديث على جمعيات تحولات لمحميات انتخابيه كتستعمل باش تقرب الناس، تجمع الولاءات، تخدم مصالح سياسيه ديال الاحزاب. الا كان هذا الشيء صحيح، راه ما بقيناش في خطا اداري بسيط، راه دخلنا في مرض كبير. العمل الجمعوي كيتحول من خدمه للناس الى باب للريع والنفوذ. وشوف المفارقه اللي كتوجع المواطن: في المحور الاول كيتصارع على ثمن الفخر والعيد، وفي المحور الثالث كيسمع على 66 مليار سنتيم كتمشي للجمعيات. هنا طبيعي الثقه كتهتز، والمواطن كيقول: انا ما لقيتش حتى فين نرتاح في السوق، وكنسمع على ملايير كدور، ولكن الحي ديالي باقي بلا فضاء، الشباب باقي بلا أنشطة، الثقافة ضعيفة،
الرياضة المحلية كتعيش في الجهد. فين الأثر؟ خصنا نكونوا منصفين، ماشي كل الجمعيات فاسدة. كاينه الجمعيات خدامة بنية وبعرق كتافها، كتخدم أكثر من الإمكانيات اللي عندها، لكن هذه الجمعيات النظيفة هي أول ما خصها تطالب بالمحاسبة، لأن الريع كيضرب حتى سمعتها. ملي جمعية وهمية كتاخذ الدعم فهي ما كتسرقش غير الدولة، كتسرق حتى فرصة ديال جمعية حقيقية كانت غادي تخدم الناس. وهنا كاين مفهوم في علم النفس سميتو trust erosion، يعني تآكل الثقة. الثقة ما كتطيحش مرة واحدة، كتذوب شوية بشوية. فاتورة مشبوهة هنا، دعم بلا أثر هنا، جمعية قريبة من المنتخب هنا، صمت هنا. المواطن كيولي ما كيتيق حتى في الجمعية اللي خدامة بنية، وهذا أخطر من المال، لأن الفساد كيضرب الميزانية، ولكن تآكل الثقة كيضرب الروح ديال المجتمع. العلاج واضح وبسيط في الكلام وصعيب غير على اللي ما باغيش الشفافية. نشر لوائح الدعم، نشر التقارير، ربط الدعم بالنتائج، منع تضارب المصالح، مراقبة الفواتير، حرمان أي جمعية ما كتقدمش الحساب. خذ الدعم، خدم ورجع الحساب. أما خذ الدعم وسكت فهذا ماشي عمل جمعوي، هذا باب ديال الريع. الجملة اللي خاصها تبقى: الجمعية اللي كتخدم الناس خاصها الدعم، والجمعية اللي كتخدم النفوذ خاصها التفتيش، التشخيص الكامل. دابا نرجعوا للسؤال الأول: شنو جمع العيد واليابان والجمعيات؟ المرض واحد: ضعف الثقة بين المواطن والمؤسسة. في العيد المواطن ما بقاش تايق في السوق حيت كيشوف الثمن كيزيد وما كيعرفش شكون كيراقب. في الجمعيات المواطن ما بقاش يثيق في المال العام حيت كيسمع على الملايير وما كيشوفش الاثار ديالها. وفي ملف اليابان العالم بدا كيثيق في المغرب من الخارج، وهذا مكسب كبير، ولكن الداخل خاصو يلحق هذه الثقة بإصلاح ملموس. العلاج واحد: الشفافية داخلية تليق بالقوة الخارجية. الدولة القوية ماشي غير اللي كتربح مواقف دولية، الدولة القوية هي اللي كتخلي المواطن يحس بالعدل في السوق، بالكرامة في المعيشة، بالشفافية في المال العام. الخارج ملي كيشوف المغرب قوي، الداخل خاصو يحس بهذه القوة في حياته اليومية. أخطر حاجة ممكن توقع لأي مجتمع ماشي الغلاء بوحدو، ماشي حتى الفساد بوحدو. أخطر حاجة هي ملي المواطن كيفقد الثقة، كيولي كيقول حتى إلا هضرنا ما كاين والو، حتى إلا تسولنا ما كاين جواب. وهنا خص المؤسسات تسبق الإشاعة بالحقيقة، وتسبق الغضب بالشرح، وتسبق الشك بالشفافية. اللهم احفظ المغرب وأهله واجعله آمنا مطمئنا. اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس وألبسه ثوب الصحة والعافية، ووفقه لما فيه خير البلاد والعباد. واحفظ ولي العهد الأمير مولاي الحسن وأعده للأمانة بحكمتك وتوفيقك. اللهم ارزقنا مسؤولين يخافون الله في المال العام، وأسواقا عادلة لا تستغل فرحة الناس، ومؤسسات تقول الحقيقة قبل أن تسبقها الإشاعة، وجمعيات تخدم المواطن لا المصالح. إذا استفدتي من هذه الحلقة شاركها مع اللي كيعنيك، وخلي لنا رأيك في التعليقات. شنو المرض اللي بان لك أكثر؟ غلاء العيد ولا المال العام، ولا كيفاش نحولوا الثقة ديال الخارج للثقة يحس بها المواطن في الداخل؟ كان معكم إبروك الحسين من بودكاست الشفاء الصامت. المعرفة قوة والوعي سلاح. في حلقة قادمة بحول الله، في أمان الله.